بيقولوا عليك إنك حساس زيادة عن اللزوم والتعامل معاك صعب، أو بيقولوا لك لازم نتعامل معاك بالشوكة والسكينة وإنت بتكبر المواضيع، لكن إنت مش شايف كده ومش حاسس بكده. وفي نفس الوقت بيحصل حاجات ومواقف كتير بتتضايق منها وبتسبب لك إحراج أو زعل، واللي قدامك بيبقى مش فاهم أو مش حاسس إن هو ضايقك أو جرحك أو إنه عمل حاجة من أصله وإن كل شيء طبيعي، وإنت بس اللي بتفهم غلط. طب تعالى ما أقولك. النهاردة هنتكلم في موضوع بيحصل وبيتكرر مع كتير مننا، وهو موضوع الحساسية وسوء التفاهم وسوء الفهم ما بيننا وبين بعض. أول حاجة لازم نتفق عليها إننا مش كلنا شبه بعض، لا في الطباع ولا في الصفات ولا حتى في لغة التواصل والتعامل. ومش شرط ردة فعلي على كلام أو موقف يبقى هو نفس ردة فعلك على نفس الموقف، لأن كل واحد فينا بيستقبل الموقف بنفسية وعقلية مختلفة عن الآخر. طب إيه الحل عشان نحل المواقف دي ونزيل سوء الفهم اللي بيوصلنا إن إحنا ممكن نخسر بعض بسبب لا شيء؟ أول حاجة لازم نفهم إنه لا تهويل ولا تهوين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ما ينفعش ندي موقف أكبر من حجمه، ولا كمان نصغره زيادة عن اللزوم ونستهين بيه وكأننا ما عملناش حاجة عشان مش شايفين إننا عملنا حاجة تزعل حد. لازم يكون في وضوح وفي خطوط واضحة للتعامل. إيه الخطوط دي؟ أقولك. أول حاجة، كل واحد فينا بيتعامل مع حد قريب منه أو حتى مش قريب قوي، لازم يفهم طبيعة اللي قدامه ويحترمها، ما يفرضش عليه طبيعته هو ولا طريقته وأسلوب التعامل بتاعه هو. يخلي باله إزاي؟ يعني هو إحنا هنتكلم بالآلة الحاسبة والقلم والمسطرة ونفتح القاموس ولا المعجم قبل ما نتكلم؟ ما تقولي كلام يتبلع كده وعليه القيمة يا أستاذ. حاضر، هقول لك كلام يتبلع. مش هتعمل كل ده طبعا، ومش هتمشي بالآلة الحاسبة ولا القلم ولا المسطرة، بس على الأقل تفكر قبل ما تنطق. فكر ولو نص دقيقة، خصوصا لما يكون عندك جزء معرفة بالشخص اللي قدامك أو على دراية بيه ومتوقع إيه ممكن يضايقه أو يزعله أو يجرحه. طب ولنفرض هو ضايقني وجرحني وزعلني عشان فهمني غلط، أتصرف إزاي؟ لو هو شخص عزيز عليك ويهمك إنك ما تخسروش، روح قوله، فهمه، وضح له، قول له أنا بتضايق من كذا وكذا وما تعملش ده تاني. واجب عليه إنه مادام عرف وأكدت عليه مرة واتنين إنه يفهم وما يكررهاش، وإلا يبقى مقصود. طب لو كررها تاني وتالت، إيه الحل؟ ولا حل ولا حاجة. تتكلم بأدب معاه وتعتذر وتنسحب وتمشي في هدوء لحد ما يفهم لوحده. ولو انت غالي عليه وفارق معاه، هيفهم ازاي يتعامل معاك ويتكلم معاك. كل واحد مطلوب منه انه يبقى واضح في كلامه ويقول للآخر على اللي بيضايقه وايه ما بيضايقوش، خاصة لو التصرفات والكلام عفوي. اما بقى لو مقصود ومش عفوي هيبان، ودي تبقى حاجة تانية. ساعتها من حقك برضو تعتذر وتتكلم بأدب وتمشي وما تبررش ولا تتكلم كتير. يكفي انك قلت مرة واتنين وتلاتة، اكتر من 3 مرات يبقى ما ينفعش. شكرا. واظن كل واحد فينا لازم ينتبه انه اللي ما يقبلوش على نفسه ما يقبلوش على غيره. ولو هو قبله على نفسه وشايف الامور عادي وبيس يمان ومدام نو فيلينج وان مابليك سوات، يراعي انه مش كل الناس بنفس طباعه ولا شخصيته، وما يفرضش تقبله لبعض الامور والاشياء على غيره وانه يتقبلها زيه. ما ينفعش. ربنا خلقنا مختلفين، وكل واحد فينا غالبا بيبقى جاي من خلفية ثقافية وبيئة اجتماعية مختلفة، ولو حتى اختلاف بسيط جدا ومواقف وخبرات مختلفة. احنا مش نسخ مكررة. لازم نراعي بعض، ولازم يكون في دائما وباستمرار حدود في التعامل حتى بين الاخوات. حتى بين الاخوات، عشان ما تبقاش سداح مداح ويرجعوا يزعلوا وتحصل خلافات كبيرة جدا من مستصغر الشرر، يعني من حاجات صغيرة. وعشان الامور والمواقف البسيطة اللي بتكون عفوية وغير مقصودة، زي ما قلت، ما تكبرش وتبقى ضخمة بدون اي لزوم. اتعلم تسمع مش تتكلم وبس. ادي فرصة لنفسك تسمع بهدوء. انت مش داخل مسابقة عشان ترد بدون ما تفكر. اسمع للآخر، استوعب، فكر ولو لثواني، اسمح لعقلك يترجم الموقف، خليه يشتغل شغلته يا أخي بدل ما انت عايز تلغيه وصوتك بس هو اللي عايز يطلع بدون أي استيعاب أو تفكير أو إدراك. ولازم أقول كمان إن كل واحد فينا يرى بعين طبعه. يعني إيه؟ يعني أي موقف بيحصل غالباً كل واحد هيشوفه من مكان ما هو واقف وبيفكر،
ومتعود يترجم الأمور إزاي، وعشان كده لازم يكون في مساحة تحرر فيها العقل والنظر المحدود، توسعه شوية للأمور. ما تفكرش وتقيس على نفسك وبس. مش كل الناس انت، وما ينفعش تقيس ردود أفعالهم ومواقفهم على مقاسك اللي انت متعود عليه. وبالنسبة للشخص الحساس بزيادة، انت كمان تعمل نفس الشيء، وتتعود تفهم وتستوعب اللي قصادك قال كده ليه وعمل كده ليه. أولا علشان ما تتجرحش ولا تحزن ولا تتأثر والموضوع يفضل يكبر جواك. اللي ترتاح معاه تمام كمل، واللي حاسس انك مرتحتش معاه ومش عارفين تتفاهموا لان الرؤية بينكم ضبابية ومفيش نقطة تفاهم او التقاء، خلاص يبقى سلام عليكم في منتهى الهدوء بدون اي زعل او انفعال او غضب. لانه مش شرط عشان يكون في سوء فهم او في اختلاف في وجهات النظر يبقى لازم يكون في طرف فيكم وحش او مسيء. كل الحكاية إن مفيش تفاهم عادي بتحصل بين أقرب الناس وبعضها، وده مش مبرر للغضب أو الهجوم أو التجريح. عشان ما نبقاش زي الناس اللي وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بخصلة من خصال النفاق، اللي هو إذا خاصم فجر والعياذ بالله. ربنا يعافينا. واعرف إن مفتاح القلوب الكلام الطيب والتقدير والاحترام. لو مفيش تقدير واحترام حتى الكلام الطيب هنا هيبقى فقد وظيفته وتأثيره ومعناه. يا ريت نحاول نحترم اختلافاتنا مع بعض، ونحاول نبقى أهدى وألطف، ونحاول نحترم طباع بعض، ودايما يبقى في مساحة في التعامل عشان ما يحصلش أي صدامات، ونراعي مشاعر بعض. وأؤكد لك إن الوقت كفيل دائما بإزالة أي سوء تفاهم، لأن كلنا بنتغير مع الوقت ورؤيتنا بتتغير بتتضح أكتر كل ما بيمر بينا الزمن. وعلشان كده لما تبعد بهدوء وأدب ومحبة بتسيب طريق للرجعة، أفضل ما تقول كلام تندم عليه وعمره ما هيتنسي مع الزمن. وافتكر إن كلمة ممكن بتحيي وكلمة بتميت، وكلمة بتجرح وكلمة بتطبب وتشفي. نخلي بالنا، فهمنا لأمور كتير بيزيل أثار مشاعر سلبية وسيئة كتير قوي. دايما خلي في خط للرجعة والمودة والحب والرحمة. ولو حصل سوء تفاهم غير مقصود لازم تتكلم وتوضح. خليك مباشر، بسيط، واضح، مفهوم. احنا مش بنلعب مع بعض لعبة الغميضة ولا الألغاز النفسية ومين اللي هيكسب وينتصر. هي مش حرب. المفروض يغلب على التعاملات ما بيننا الحب والمودة والرحمة عشان ربنا يرحمنا. خليك الألطف. وخلص كلامنا الليلة، وأرجو أنكم تشاركوني بآرائكم ومقترحاتكم ومواقفكم في الرسائل والتعليقات، وأي موضوع حابين نتكلم فيه. كان معكم هند الدالي.